انتي اكيد في سبب وصلك لكده. انتي مش طالعه كده للدنيا حاسه بانعدام الثقه للدرجه دي. ممكن يكون ده حصل في علاقه قبل كده، ممكن يكون الناس اللي حواليكي شبعوكي كلام ان العلاقه مع الرجاله بتبقى بهذا السوء. خليكي فاهمه حاجه، ان الملل من عدمه مش هو بس اللي بيأثر على استمرار العلاقة أو لا. في حاجة اسمها أنا عايز أصلح العلاقة، أنا عايز أخلي العلاقة بيرفكت، أنا ببذل مجهود واللي قدامي بيبذل مجهود. الملل مش مسؤوليتك لوحدك، الراجل هو كمان مسؤول إن انتي ما تمليش. فعشان تتجنبي الملل لازم يكون معاكي شخص متفاهم، عارف كويس قوي ان العلاقات لازم لها الشغل. فزي ما انتي عندك هذا الحرص عشان العلاقة لا تصاب بالملل، الطرف التاني برضو لازم يبقى عنده نفس الحرص. موضوع الملل ده مش الديوتي او مش وظيفتك انتي الحياتية فقط، لا طبعا الطرف اللي قدامك ده بيعمل ايه. فللأسف البنات بقوا بيرضوا بقليلهم قوي، وبقوا بيعتبروا ان هم مارد اتخلق في حياة الراجل عشان يسعدوه، رغم ان ده مش حقيقي. وبالتالي الراجل بيصدق ده. ما انا واحدة النهاردة محسساني اني انت ملان، انت مش ملان، عمالة تعمل لي في البيت اراجوز عشان ما بقاش ملان منها، فطبيعي هيبدأ موضوع الملل ده يتسلل إليا. ثم إني أنا هحس كويس قوي إن استحقاقها أو ثقتها بنفسها قليلة قوي، فبالتالي همل منها.